كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام كرنكم كرن سأيوب تلفزيون أتنا باربسات بادر 26 is frequency 10,004 vertical symbol rate 7,500 جماعات وسنبرنيش بتتقدم تقدي بشبكة انترنت ما اجل تتابعوا ولا تقدروا حر راديو توم. السلام عليكم. حيث تنسيتنا يوم 5 نوفمبر سنة 1000 وإسرة وحتى جمعتو كان يوم كرن سيوب قلنا بت أخبار إقلق راقل لكم. من حرب أتوبيا أنبتات تجراي لأتاديش إريتريا من معساكر شمال بوحساس حتى 1000 أريترين لاجينكم اقتطفوا وكالة أخبار رويترز تأدى لتفنتو تقرير حبراتهم. وكالة أخبار رويترز مثل عشرات شواهد التوديت مقابلات كمثل حبراتهم منا بكفل ديش 3 لتقطفوا دي مكاين عباين ده تعنوهم لقيسو أبوم إريترين لاجين أسكلا عيلتهم ليدلهم بزحامكم هلو تأمرام. ديش إريتريات يوم 10 نوفمبر سنة 2010 قتلهم كرات معسكر اندأتو شافق اجتماع حقولة ألبوم من لاجين نوصو من تحروكم نسو تتقرير ذكور هلام. من معساكر شمال بوحساس ابديشو عملية اختطاف إريتريين لاجين لودام ودك اتجال لتأمر قائد كفل ديش 3 كورنيل برهاني تصفى مريم كمتو تقارير رويترز الحبر. حرف تقراي دول أرحام تقليم تقراي 4 معسكر لعلو حسعة 1000 إريتريين لاجين أريديش إريتريا وتقرايكم قبو لتأمر. السكر لازيا 7000 إريتريين لاجين تيلالهم دلويكم يهلا وقلت مفوضية لاجين منظمة مجلس كرهان تحبر. ليبيا تكيد حالة نبرة للو أمآت إريتريين لاجين اللي تركبتهم البطلجو اقل دولو أسكر واندا اقل لقازو اتفاقية فرمت الليتم. الاتفاقية تفنجي حكومة رواندا اتحاد أفريقيا ويونايت HCR كم تفرمت اللي هي لبدير دي بسنة 2010 سيلة بطهات اتفاقية ليبيا للو لاجين اقل دولو أسكر واندا اتنادولو معسكر شاقورا أسكنوت كمتو لتأمرم. الاتفاقية السكورة ديسمبر سنة 2010 وصلت لتأتلاليت قبيم رواندا الدوايح مدينة كيغالي لتركب نايدول معسكر لاجين شاقورام اقل لتحكمتو واللي معسكر حتى اينات من 500 أسك 700 نفر اقل أسكن لقدرتهم. يونايت HCR ليبيا بنكيد حالة للو لاجين وطيل بتلجو اند فرقوا أسك دول بعد إجل لتوطنو نايدولو معسكر إجل لصنحو برنامج فقرتكم هليتو لا تشريه. من ليبيا أسك رواندا نايدولو معسكر قاشورا لقعزو مبزحو إريتريين لاتهم 684 طيل بتلجو لبزحو أسك دول السويد جرمان فرنسا ونرويكم وطنو كاكم سافروا لتأمر. الوقت اللي مواطنين لتفناتي الدول لاتهم كلامتو 14 لاجي اسنادول معسكر قاشوراكم هلو تقرير يونايت HCR حبرم. بالله ازي بتحت لي اتفاقيات انس عمسي كيف عايل لبوم اقروز ومشاكل عافية لبوم لاجين اسك رواندا اقل قعزو اولويات اقل تهيبوم كمتو لتأمرم. حسامة تنسيتنا اقل يوم دولي الاخبار دي بالله تاوم هلام.
مثل كرن سيوبت لكم حيث تنسيتنا يوم كلوت موضوع نتبطنا ما هتامكم لنا سلف مثلنا سياسي وحقوقي استاذ عبد الرحمن سيد أبو هاشم بسبب انتصارات ثورة السودان وتأثيرها الدول جواري حنتيلة بلاريس مال هنا عادل صالح لودايا مسلم مقابلة تقول يوم أولا كفال كلا يوم ندعو موضعنا في قادة الصحفيين وفنانين بحود الزعوتات حنتيلة تبلاريس ضد برنامج مسؤول منتوم متابعتكم ومشاركتكم دي بنسي أولا موضوعنا قلنا مقابلة أستاذ عبد الرحمن سيد أبو هاشم دموعي غالية يا كنداقة، دموعي غالية يا أمي، دموعي غالية يا أختي. فجعونا عساكر الرماد تهمونا بالبنج والحشيش مديت له تمرة وزهرة طيب مدالي مية طلقة ليش فجعونا عساكر الرماد تهمونا بالبنج والحشيش مديت له تمرة وزهرة طيب مدالي مية طلقة ليش هجمونا والفنود ليام درشونا بالتوشة الدريش جيناهم جالد وطن غدرونا في نص الهويش بحرمة الشعر العظيم حطونا زي كفار وليش مديت له تمرة وزهرة مدالي يا صقلي هجمونا والفنود ليام درشونا بالتوشة الدريش جيناهم جالد وطن غدرونا في نص الهويش بحرمة الشعر العظيم حطونا زي كفار وليش مديت له تمرة وزهرة مدالي يا صقلي يا أمي لازم تعفي لي شان زوجت خليتكم نيام كان بالي في الدرس هناك صايمين وبايتين في الخيام يا أمي لازم تعفي لي شان زوجت خليتكم نيام كان بالي في الدرس هناك صايمين وبايتين في الخيام طلقة في نص الدين ولمتني لا إسلام كلام لا تبكي لا تحسين يوم وغريني لإحساس السلام تبكي وفقلت حرمتي مدنية حرية وسلام وتبكي وفقلت حرمتي مدنية حرية وسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حيسام تنسيتنا يوم قاشاي بموضوعكم هلينا بالفعل قاشينا يوم طبعا قاشاي يكوني بعلعتو وبعالبيتو ملهي راديوناتو ملهي سأيوب وديما ككني أحداث جديدة المسي
أكيد مسروت نتواصل. فأستاذ عبد الرحمن السيد ناشط حقوقي وسياسي، مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن دي راديو سعيوب. مرحبا حونا عادل وراديو سايوب وكل المتابعين لراديو سايوب، سلام ودحن بكم. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. طبعا موضوعنا اليوم خصوص ثورة شعب السودان وثورة شعب السودان من استبدات يمكن كاد سنتات تلقيت لهليت يعني من عاوتدي بعاوتات انت تسجل نريه لنا من البداية استبدات 2019 تقريبا ديسمبر. سلف نظام عمر بشير 30 سنة لحكمة أقلو وركت، ومنه كمان انتصار جديد يعني بمعدل انتصارين بيوم. عمر بشير قد تقدم كمان عسكري وقتيا وركوين حتى كان اندبلو بكل اتفاق، ومنه هي سكل ساعات بحكومة مدنية تتمرح على ومن جديد كمان ثورة تحركت ومشاكل كمان طبعا ديما كي دولة الشؤون المدنية عساكر أتوا من قبل كل مشاكل مثل عساكر تنماثي. الآن طبعا تم موضوعنا مباشرة لأن عامة ثورة الشعب السودان أستاذ عبد الرحمن ما هلا مستجدات أنت كمالة أمر بإريتريا بالتلفزيون وراديو حكومة تملكه قال حتى هلان وإعلامنا حكومتي أقول مواضيعهم أقولهم نخدم إلى مسعود يبون أخبار. فعامة اسكي مستجدات مهلا دي لا ثورتنا شعب السودان كفوق جيسيتات وقتيا معلومات قد تحبلنا. تفضل أستاذ عبد الرحمن. شكرا. طبعا السودان لثورة شعبها مصيح وشبابها مصوى وحر عمر بشير من سلطة الدولة كرة لعساكر. نحن ما مثلكم، نحن مثل الشعب نحن، وتغيير ديبو ساهمنا. وعمر بشير وركينا لكم وحقوما لما ستاهد عسكركم سلة بالكاو برضو ينحز يدول بيكم وركينا وبلكم. فبالتالي نحن شركائنا يكون نحن بيلوهم. وحر المدنيين يعني قوة على أحزاب وناي تجمعات ناي عمال وكنا للبلو ناي مهنيين اللي هم نمثل الشارع السوداني عند بيلو اتاب مفاوضات مثل قوة عسكرية مثلها. والمفاوضات اللي برعاية ناي اثيوبيا واتحاد افريقيا على دي بخرطوم، ودي بشهر 8 أغسطس 2019 اتفاق بفقرو الاتفاق وثيقة أمصو قال له وثيقة دستورية بيلوا. بموجب هذه الوثيقة الدستورية حكومة انتقالية ودو قل 3 سنوات وصار لقبه. والحكومة الانتقالية من كلا جناح تتكون، الجناح العسكري والجناح المدني. الجناح العسكري لمجلس السيادة اللي يقولوا صابته معناها لك مثل مجلس رئاسي معناته إلى دولة يقولوا صابته. والجناح المدني هنا حكومة قبح، يعني حكومة تسريف أعمال وتنظيم وإدارة الوزارات معناته. وبلا قبيلة قيسوا صرحوا، وطبعا خلافات وشكوك على بين الطرفين ليك من لي شكك. العسكريين لا امرعنوا ولا حزوا علوا من أول إنه هتوم لازم دي بسلطات قل استمرها وقبوا. أولا لغضب ناي الشعب لا زعل بقولوا كفنا بردوا كمثل مجاميع ناي شيوعيين وناي مهنيين وناي أحزاب نايش لقوا كبعثين وكنا مثلهم سلطة مدنية وشراكة بين السلطة المدنية والعسكرية اندبيلو كونوا كلا شعب شوية مسكنات أو مهدئات. يعني عسكر حكومة عسكري ينحزين لبلعلها شوية قل إهداء وقل أصبر ودو معناته أتباردو أيوة. ودي بالحالات من ده
تسيبات أمنية تحصل على مثلا فتن دي بشرق السودان، وإثارة الفتن مثلا بين مكونات شرق السودان إساد بالتكعدي بهم لحاولوا علو وحر. على هذا الأساس برضو لهم نيجرز لهم مجاميع عم تصو، ودي بشعب دي بالسودان ودي بغارف ودي بكسلة وحلفة وأماكن مختلفة ديبو فتن لزرو لحاولوا علو بالاتجاه بني عمراي أو حباباي أورو تقولوا لا قتلوا أو بيتوا لندو وبالله نحر ندقبلوا الناينوبة وهدندو كنا ودي يعني فتن قليدو دي بين قبائل يعني اللي كله كان واضح إنه وراه عسكريين وقلوم مصلع له حتى فرص بعديت منهم لعلت له فرصهم لحزوا يعني كمثال كرا ترك مسل واللي محمد موسى اللي بيقولوا جبهة البجا على بدير مؤتمر البجا مؤتمر بيجي. وعلى شكلتهم اللي هم طبعا كانوا مطلوبين أموال على التموال تعمير الشرق للبولة ملايين للدفعات الشتيتي لتمر نسكزي ولا شعبنا يشارك سنتيميرا من يعني باللي سبب للجان قل نايلة ثورت قل مواضيع اللي قل فتشوا الحزالة كلهم بقى استنفار وده واستغلوا لناس شوية أحقاد وأوهام بديقوا لناس كبني عمر قلهم لتغيروا وحباب وقل إريتريين كمان بشكل عام لتغيرنا وأحيانا يعني بشهداءكم يتأمنوا ونقبوا وبعدكم لبلان يعني حاجة غريبة يعني آخر الزمن. ناشط سياسة إريتريا بدين. أيوة وحر إريتري يهلاني شهداء لي لاحترم وعدوا لي فتة وعدوا لي فتة اللي كله نحن ريك الإريتريا يعني قلنا ذهبتها قلنا جنتها جنة الدنيا إريتريا اللي كله حتى دي بغربة 30 40 50 سنة عايشة عندنا احنا واللي كله مدن أوروبا وأمريكا عندنا ريكا بريتريا نتحلم وبريتريا نحسب نوع يعني لا لقلا نتحلم وأدحق لا نحسب يعني ثورات عندما وهو المفروض واحد مننا هو أصلا يعني لأنه رواي من قبل ومجتمعنا الشرق من قبل ريكا إريتري يعتبر إريتريته امتداده بالشعب الإريتري يعني فأقولوا كل هيجيت قلت حاجة فعلا ما قللته ولا ميتو قلت أمره ما يتقدر لكن المهم لناس فتنا أي سياسة صابته مثل يعني كحمام السياسة ما صابتي لك لا فرق كمان على كل حال دي موضوع قلنا قبل قلت فالعسكريين اللي لمشاكل الأمنية وتقاعس نايل عسكر ونايل شرطة وقل الشعب ملحزوا على قليبا يا اخوانا نحن الديمقراطية ولا اللي تترفعنا بس اللي ممتلكاتنا ولا ارواحنا قولوا عقابه قلنا قليبا لهم قليبا قل بصح لحزوا على قل الشعب ف وحر اخيرا الا كم بزح لبشلت امثله يوم مسلاني كتصريحات عن طريق الناس لا ترك للول له يلا شغبوا ده ومينا دباء وازعاجوا ده وحريني يخجل عندما صار حكومتنا المدنية حكومة حمدون تقلق تتوركب بدي بيلة حاجة يعني كل العسكريين لو ودوا لاحقا لو ودوا يقولوا كمطالب مصير قل مينا وقل قبي قل افتح مدينة المدنيين لتوركبوا من حكومة بيلة وأنا مثل العسكريين أنا رسمي بيلة ولنا نايوم أنا بيلة المهم تابع نايوم أنا بيلة فالعسكريين أخطوا الحسابات وخلاص قدم له أمور باشلة الليل ولا شعب أو يوم كان لهم مدنيين ونحن ممكن زي اللي هو خطوات الناسي ولا الوثيقة الدستورية الأولى بموجب إلى اتفاقنا هي الشراكة قامت على قلنا فرصناها وقلنا وزراء المدنيين ورئيس وزراء كلهم ساجنوهم اعتقالات ودوقلهم وبطبيعة الحال طبعا دي وصفنا اللي نايلا خطوة الله ميتا بيلو لقدام طبعا أنا
طريقة شلة وصفكوا انقلاب بيلكو، لأنه أولا العسكر التمجلس السيادي العلوي حق لبوبني قال له حكومة المدنية قال إقالة قال لي يعني قال له طورة من شغله، وحق لبوبني قال له وزراء قال له اعتقوا لهم، وحق لبوبني قال له اللي موادنا إلى الوثيقة الدستورية اللي تتبهل كلا قال له عطلوا، يعني لأنه شراكة دول تبهل يعني بين طرفين معناها لحتى طرف أعلى من الثاني يكونين كليتهم حتيتهم المدنيين والعسكريين دي ولا السلطة الانتقالية حتيتوا لحقوقنا يوم ولا واجباتهم يعني. فبالتالي أي تغيير من اللي حصل، أي إخفاقات هليت من قبل وفشلها هلا من قبل إن اتفقوتهم لسنون ديكون وروهم عندما أقول لك هاي أنت خلاص من شغل ترسكوكي يقولوني أو من حكومة بتركوكا اللي يقول لي يقدرني كدي بلا برهان معناها خرج عن الدستور الانتقالي وانقلب عليه وحار استولى على السلطة. ويا ريت كمان الحكومات بس يكونين اقلاب ترى، حتى لو كمان لو نايلة ولاية هاي نايلة أقاليم برضه بطريقهم نقول لهم من شغلهم، واللجان علت كمان للشكاك لهم بطريقة فكانهم كل السلطة دي بدي هو كبير يعني. ويقول له خطأ عباي وده يبدو له حساباته كانت خاطئة، وبالسبب شعب السودان شعب هيني كونيني حرية فتيته وشعب مثقفته وشعب سن الأمر سياسة أكل حد الأمر يعني من 56 وقبل 56 سياسة لمارسات الشعب اللي فطبعا الشارع فقرة ورفضي اللي رفضنا انقلابنا البرهان ما معناها انه قلنا حكومة حمدوك قلنا فتاة ومرتاح منا على معناتي كونيني امر واقع برفض السياسه. الامر الواقع انا برهان اقلن ده ابا فقره وحريه البقاء تاعت اللي حصلت بالضبط. وبالسبب زي برهان زي ضغوطات مسته من داخل وخارج يا حمدوك وحكومته بلسونكم صلى على ويا كمان بتفقروا ده اللي بيقولوا لولا عالم كله والشعب السودان كالليت الحصلة والليت الهلا وضع طبعا هاي المستجدات ناي السودان اللي تلهلا تأثيراته طبعا دي بريتريا وإثيوبيا تأثيرات كلها لقلوتو. اوكي دي بتأثيرات دي المستر عبد الرحمن. طبعا كمان كاتب على الموضوع اللي فترتنا لا اتفاق بين العسكريين والمدنيين اللي قبل دي وقت كمان يا شكك كذب على وكان اللي يعني تفاؤلي على كان نجح مسلك على مسلك كاتب على وبزياده كسودانيين الفرق الجزء المدني ده للسودانيين لامور المؤسسه العسكريه دي في السودان دي سلطتكم التفريط يتوددي بس سلطتي تحالف ديبان من سنه 56 عسكرتهم للحكم العلو وفترة كده جربت حزب الأمة دي بفترة الستينات مثلا جربوا ينجحوا ديبون كمان هي النمير حكمة كل حكم عسكري على مؤسسة العسكرية تحكم على كمان جربوا فترة شعب السودان 85 وفقرة مظاهرات الحكومة نميرة ودقيقة حكم انتقال عسكري كمان جديد جربوا فترة 2-3 سنة حكومة مدنية كمان جديد عمر البشير يعني انقلاب بدأ يعني الأمر علو إنه الاتفاق المؤسسة العسكرية دي في السودان دي بسلطتكم إلى حالوفاني اللي كل ده الأمر لكن اتفاق اللي دوم مثل المؤسسة العسكرية حبنا سلطته على ولا حساباتهم خاطت على وأنت كمان مننا كنا الموضوع اللي كاتب دي بعد فعلا وقدام اتفاقات كاوك على كاتب مسائل التواصل بس كده بلا كده تقييم كميته قلنا اتفقوا مثل المؤسسة العسكرية ستهم أمورهم ده لو بديرهم يعني ولاد عدومتهم حوام لأمورهم يعني ليه قلمي دي بقى فترة دي بقى محزنة الرباط قوي يعني صحيح. طبعا أولا أنا طبعا لعسكر أو لجيش شغله حدود عقبة وأمن وناي مواطن والدفاع عن الدستور اللي تلا شغلنا السياسات وإدارات مدنية دي بحواتها
لشغله لكالاي لحد معناته. فعلى حساب الشغل الأساسي نايل العسكر قبل له، وبالسبب ينجحنا دائما. حكم عسكري ديكتاتوري لقبا ولا بشراكة لقبا ينجحنا بالسبب ضروري تو كل حتى كاين دور للتلبدي وكاليت لنقطة لجيش مؤسستنا دولته، يعني حزب سياسي كونين قل سلطات قل الساسعة وكعكتنا أو كيكتنا سلطات كافرون قل يبل اللي شغله كونيني، يعني جيش بكل مكوناته، عسكر، استخبارات، شرطات، لهم كلهم مؤسساتهم institutions أو أحزاب يكونين يعني. فعشان كده بالسبب أنا لجيش تبقى سلطات حزيته وسلطات قلت كافلت دي بلا مرحلة انتقالية بهلته قطع عبيته بيلكم النوتو لا ترين لا موضوع اللي مسكنات دولة والعسكر حينقضوا على القوى المدنية. القوى المدنية هي بدورة منترية مهنيين على شيوعيين على اللي بعثيين جمهوريين وكنا لهم يعني كلهم منتريهم شوية حسابنا عيشتهم وفرصنا حكم رايامي لأمروني، ممكن استثناء قل مريم المهدي قبل لبعدام لكن بزح دوري على قلوب. فبالتالي اللي ما برضو فرصات ركبوها كزواج مصلحة دي بقى مثل العسكريين يعني قبل لي تزواج مصلحة دول قبل زواج آني مؤقت دائم يكونيني. فدي باللي مثل قلش قوي يقدرون كليتهم باللي سبب أنا بقى لا توقعات باللي من المنطلق على زي ما من قبل لعسكر. طبعا المفروض بعد أسبوعين رئاسة مجلس السيادة قل مدنيين بموجب الوثيقة الدستورية، يعني باقي لها لو سنة ونص إلى المرحلة الانتقالية. رئيس الدولة أو رئيس المجلس الانتقالي أو المجلس السيادي اللي يقولوا توم اللي المفروض زي كان البرهان معناته مدني قبل معناته. فإلا البرهان يا حزيان مثلا كضربة استباقية لو ده يعني preemptive strike اللي يقولوا بالإنجليزي preemptive strike يعني الضربة الاستباقية وده على أساس للتغيير بعد أسبوعين يوم 18 نوفمبر قل لك على القلوب. لسه بحبهم حسن زي الدرر أبو يعني لا تزات الدرار وصبحي على ديبون لا وثيقة دستورية 3 سنوات ونص تقريبا للمرحلة الانتقالية. السنتين الأولى رئاسة مجلس السيادة دي بدأ برهان قبل والسنة ونص الأخيرة هنا دي بدأ مدني. أيوة 39 شهر كلها مثل حتى أيوة. فعشان كده أزي البرهان بعد أسبوعين المفروض مدته تنتهي يعني سلموهم على تقول المفروض سلموهم يعني. فهتو لرئيكا معناها هتو فعلا إلا نيتي على تقولونه من أوله هتو ولا لدعومه ممكن جهات داخلية وخارجية بقى اللي كل حلفات شهور مشاكل وإزعاج وقالوا ودت عنها وأخيرا إلا خطوة إلا نصا بحجة أن القوى المدنية فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية دبيلة. فمعناها حركته مكشوفة على معناته أنه أولا لسيادة مجلس السيادة رئاسته بالسلم الحزي علاني قالت حكومة حمدوك منفشل كمان شراكة حكومة الشراكة هي نايكليتو كفشلنا حمدوك فشلنا برهانته والعكس يعني. وبالتالي برهان ما عنده موقع أخلاقي ولا اعتباري قل حمدوك قل حكموه بالفشل وقل اعتقل يعني حق لبوني وبوت بقى بيلانا دي بيتش صابت لك بيلانا دي بيتك صبت ولا دي فندق كريو طالما بدون إرادته صابت لك ومن بيتون ده خطف كناسو لك أنا سجنت معناه حالة اختطافته سجنته حالة اختطافته دي بكوبر سجنوا ولا دي فندق هيلتون سجنوا لنا يلهممني يعني ولا القصر الجمهوري يعني حريتك لك أيه بالضبط. طيب لاحظنا برهان تدخلات يعني يمكن خارج يعني مثل مصلحتنا حكم دكتاتور مثل حكم دكتاتور مصلحتنا بهم دول يعني جيران واللي يعني تدخلات على دي بكم اللي تبهل يعني بعض الدول يعني يمكن استشاراتها بقول اللي تبهل دي بالله يمكن شوية هتو من
من أول لحظة أنا دبال لي مور يعرفوا مثلا دبكريتات كانت وعرقة قبل، لكن من أول لحظة الانتقال من الدكتاتورية العسكرية عمر البشير إلى دولة مدنية ديمقراطية دي بسودان ناجحة من قبل تأثير لها اللي يقولوا دي بدول الجوار يعني، وبالذات لديكتاتوريات لتحكم دول يعني. فبالسبب لدول الجوار من الطبيعي جوارنا السودان البرهان والعسكر دي بسلطات كل صنحهم اللي حزوهم يعني ديكتاتوريات بالبو، والانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية بزح لحزوي مصلوني طبيعة الحال، لأنه توم نوصوما ديكتاتورات سبت قبو لشعبهم من السودان ده تعلمها يلف قردبهم ووركوا لنا يلفوا لهم فروا طبعا. فبالسبب تعاطف وتعاون مثل برهان على قلوب قبل يعني واضحته. لكن كالاي يعني برهان نوسو بحدود ندات مسامسة مثل سيبيا شوية خيانات ودع لها، لأنه سيبيا يقولوا ساعدته وقال لها مثل مدنيين حتى ندقوا اتفاقنا شراكات قليدو مسلم باترامتهم الأثيوبيين برئاسة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد. لكن بعد كله البرهان مثل مصر ندقبها ضد اثيوبيا باتر على دي موقفنا سد النهضة ودي موضوعنا حدود يعني. فبالسبب البرهان يعني إنسان دي بمنطقة ممكن بزح يتأمني وإمكانياته كمان مش للدرجة دي يعني كسياسي لقوا وكعسكري بزح اللي كاريزما اللي بديوي مثلا إنه شعب كله أقنع لقدر ودولة كل مرح لقدر يمثلني. فبالسبب بعد الدول طبعا كمثل عينة نوع دول اللي ترطور لقبا ناس مفيد كتو ولا نائبه حميت للبولو ناس كلهم من حد إلى حيثون وزح. فكر له مصله يا يمين وشمال سنقل لاقي سوام قدره يعني. بعد الدول تفضل مثل لهم يعني مصله الحكومة ولا شعب. ولكن شعب السودان يعني طبعا إمكانات بديبه وكوادر متعلمة على مستوى العالم بديبهم يعني مؤهلين. فلازموا منه لحد يمثل. لكن قلنا في الفترة الانتقالية لتصبر عليه 3 سنوات وسر انهم شط صحنا الرياء وكنا ندبيله وحر لتغييرات هنا زوت على بعد اسبوعين منتصف نوفمبر شهر نوفمبر ديبو اللي وترى على تغيير وسن وقيس على وتوم للسودانيين كمان لثورتهم قبل سنة صابتة تليت وبيلو على. لكن زي انقلابنا البرهان فرصة ما تحكي لهم هلا زي قل الطرف العسكري ممكن من زو كان ديس سكنات نايكا معسكرات التندقى كشغل ناي عسكر وده اللي يقولوا. والمرحلة الانتقالية بعد بيجيس خلاص عسكر يقولوا من السياسات ومن سلطات ذاته كله راسه قل يريم قل حزو قادره يعني بلنا لأنه قل أصبرهم قلوا يغادرون 30 سنة عمر البشير ربون دحل فوزين قال أي 30 سنة مثل البرهان وشكلته المشكلة العربة. طبعا شعب السودان كان تحرك لنا ريكا من قبل نفس الهجاك الأخيرة شكلته بالليكا 30 سنة مثل عمر بشير هذا كمان 30 سنة من جديد مثل برهان ومثل غيره عساكر ثبت مقبول يكون لتحركنا شعب كله مثل حتى دفعات وحتى حركات مئات الآلاف دي كل مدن تحرك شعبته. وتحية للشعب لثورة الشعب السودان. وتلي أولا كفال دي بلغ أن خلص السيد عبد الرحمن قلنا تلاليته حيسمى تنسيتنا أولا كفال مقابلتنا مثل الأستاذ عبد الرحمن السيد نودي له لنا تهيئ بخصوص ثورة الشعب السودان كفه الليت ودي بأي اتجاه قيس الليت ومتأثير مثل دوار الجواري وخاصة مثل شعب رتريا مدور الهلقلاتو أولا كفال دي بالخلو سامن لنا أسك تمثل هلا سامن كلا كفال دحان اسمنا
من بيناتك ما تطلع شمس راسك، من بيناتك ما تطلع شمس راسك يا شعب الهبل. انت تلقى مرادك، انت تلقى مرادك. عمق احساسك، عمق احساسك يبقى ملامح في ذريتك. يبقى ملامح في ذريتك. سيد نفسك مين أسيادك، سيد نفسك مين أسيادك. دير أولادك، دير 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 أولادك ونيلك نيلك جرى قدامك، ونيلك نيلك قدامك. تحت قدامك رجع صداك وسجع نحاسك. وانت نسيج الفدا اندامك، نسيج الفدا اندامك. وانت نشيد الصدق كلامك وعطر انفاسك. يا شعب انت تلقى مرادك والفي نيتك. انت تلقى مرادك والفي نيتك. عمق احساسك، عمق احساسك كما لامح في ذريتك. انت ملامح في ذريتك. مسؤول منتو.
مرحبا بكم حيثما تنسيت برنامج مسؤول منتو من اللي ندت لنا في قادة صحفيين وفنانين بحودة الزعوتات حنتي لا تبلريس لا الدالات تحلف السامن رابعي كفال لك قدمنا أقول لكم موضوع يوم 5 كفال قلنا قدم أقول لكم توم اتلنا يوم 5 كفال في قادة صحفي جمع سعيد إدريس كميل صحفي داويد هبتا مكيل دبراتيون وصحفي ماتيوس هبتا أب جبريزوس لا كسس حجير تاريخ بحود زعوتات قلنا رئيتو ما تابعتكم إنسان جمع سعيد إدريس كميل من والدايو سعيد إدريس كميل ووالدايتو بخيت محمد آدم دي بسنة 1906 جزجزات ولدام هذه انتو للتهاجي محترم صابر ودي وقت هجيك وصحاك كلمات تعوم للتنافع مد لايكم على بزحام سب أمرو وأقاربو ليش هدولوم أمرني شنتو مثل لا برعيو وحدود حريص لتنابرو على والدينو فرحة قل حالف ومبوت علام جميع مدحور وهجي والدينو سامع على لتبهل لدي فنجيلا اقل حرية اريتريا قبل على ندال وديش توبيا لتشقطت قزقزام ديبا منابر السلام قل التلاليك أدرام حقول لك قدم جميع كميل ود 10 كلا سنة تنتو أسك سودان بقسام جميع حمد حوهو في السودان كم هلا أمر سبت علام مثل جمالا سبرشوت ولاد عدو سودان عتام حمد حوهو السودان كم سلمت أيو قل تعلم ات مدرسة قل سجل حزام بأساس قانون وزارة تعليم سودان ود 10 كلا سنة مثل ولاد 6 و7 سنة مدرسة قل استبدأ إيل السمح حلو للي بالبليس هبوون ات مدرسة كم إيه قبلو ات انتو خلوة أعتام جمع حتى دول قرآن وقراءة كم استبدأ نفسه قلة أوران بتام حتى عمل مدحه اتكسلا مديرنا حتى مدرسات اندراك بام بسبب جمعه تهاجيوم لمدير لا مدرسته اللي تقول له اللي كان مستحيل توم قدرت بالحقه اللي لكن لازم امتحاننا سادس فصل قل امتحان اللي تلو وحقها للسجل بيلا يوم محمد قال لا مدير لا مدرسات اللي تقول له اللي كان امتحان سادس فصل كفو قديم مدرسة ابتدائية اللي درسا كفونا متوسط لا امتحان بيلا ولا هجينا إلى مدير بيت كمهيران اقل جميع ده جميام جميع الامتحان اقل لا امتحانكم قدر اقل حمده أكد علوم حمده لكن أمين عبام يفعلك قل بقوله لكن يحزام جميع كله مقررات وبزوح أكتبت قرآن ودي بلا امتحان شاركة ونتيجة سنية أمسا وحلفام جميع سنويد دي مدرسة جمال عبد الناصر درسام إباهو منحة دراك بات ليبيا جامعة الزاوية تام دي بليبيا عدو حركة طلبات حقولا قبام السنة 1988 الجبهة الشعبية تتندال التحقام حقولا السنة 1909 حتى تأرت ريالة رأى تغيير جمع كميل وروت من مدالية جريدة إريتريا الحديثة قبام دي بجريدة إريتريا الحديثة عمود رياضة دي بالعدالة قالت حقيقة لا تحذيهم investigative journalism ديبو دي بشارك كاريكاتير العدالة علام السنة كل ألف حتى رئيس لجنة أولمبيك علم أنطونيو سامرانج إريتريا زيارة واد علام لجنة أولمبيك إريتريا هي سليب هدية هبطوم صحفي جمع كميل هي سليب يقول كل مجتمع وعقيدات إريتريين وكل جبئت لبل إريتريا الحديثة مقال كاتبام أذي اتلجين أبر لها لا اتمدت لها وروت من ملهيامو ومشاكل صحفي جمع كميل العلام صحفي محمد صالح يابو لكتب الجريدة حقولا فقرا اتمدت لها وزير إعلام لعلانا يزقي كفلو اقل جميع اندت لها كيوكم حذريو
وكم أطفارهيو جمع نوس دا جمع قل يلي بل صحفي جمع كمال اجتماعاتنا اللي وسائل الإعلام كرن مواطنين يقول لك بأهلية التي يكون اتنا حكومة ودعايا سياسة ليتا اقل تحكر اللي بالكم على صحفي محمد هيابو شرح للنظام يقول صحفي جمع كمال ابات عدل على ألو مبدأ وبعد اقل تابعان باتام يوم 24 نوفمبر سنة 2005 مثل 10 سلس بعدام اللي هي مقتطفوهم منا مثل الصحفي جمع كمال لتقطفوا فنان إدريس محمد علي وروت من مؤسسين نضال شعب إريتريا منادل جبهة التحرير وحريم دي في سجن سنة 2008 لتوفى دكتور طه محمد نور وبعدام شرفاء الوطن على مسلوم صحفي جمع كمال اتلم مدة الله عدو حشمت نابين إريتريا وبين أسترالياتهم صحفي جمع كمال السنة كل ألف هدا وأكرم للتبه الأولاد هلولهم إكرام يوم 24 نوفمبر سنة كل ألف وخمس والدايان دلت كتف نوس دي بالله عرهد بل عليه اللي تدينا ما تطيعلت يوم قلهم كل أود قريز ولا صحفي جمع كمال اتلجون دقبو لإكدت حبر الأولو والدا يوم اتلتاكو نبره اللو داويد هبت ميكيل دبراتيون يوم 4 نوفمبر سنة 1947 ولدام صحفي داويد وروت من مؤسسين ونائب تحرير جريدة مقال حلام السنة 1979 من جامعة أسمرة الفيزياء حقولة تخرجا مدرسة ثانوية أسمرة حفشاوي بدير له المكان تتبلعلت استاذ دقابة شاكام من محرر جريدة مقالة العلا الصحفي ماتيوس هبتاب عند أمباتكا كلهم دي جريدة مقالة شكل على الصحفيين اتعسكريت وسجن سبت علو لكل خميس تتبع على الجريدات من تنبت سكلا رسم للدبت التعمل سلام يوم 10 سبتمبر سنة 2000 وحتى اندي لتحلل بنو شكتا لعلى صحفي داويد والمهرتوم أمبلا تامم صبات نايلا جريدة لعقل وتبل عليام كمبل بلمبر للبل تحليل لعدها العلام افهموا وصبروا للتأمر ممهر صحفي ومدرب رياضة داويد ولاد كل أود قدايم مدرسين ممهر هبت مكيل دبراتين وممهر ملئتج النعتوم أسر والدينون لتابته هي مدرسة اسمها حفشاوي هتوما لدرس علام استاذ داويد مادة فيزياء لدرس من معلا نواد أمر كتب وريادة من الأساسات تأهيلات لهيب وزياد إبليتو لتأمر علام اتوارح سبتمبر سنة 2000 حتى داويد مثل ما اللي هي عملت كتفت هلام كلهم لن أشهد علام سرهم اللي هي مو أقاربهم من اللي عاد قلت هرب اللي تقل كام يهرب كم من قبي قلت جنوكاتو لبولكم على شرحهم داويد لكن مجرمت بيه كالسجن بلقبت تقبى من آمرة سجنوني من قبي عند تحققوا نوصهم لفقروني تلبل دي ورح أكتوبر سنة 2000 وحتى حسيتو قل أدرس مدرسة كم قيسان أقل مدرسة داويد متأ من قبي أسألونا بلا ممثبت علو سبلا مدرسة كمت بهلاوة ودو أنفار أمون مخابرة الشعبية هم من مقب درساه قلو ومكرايا أقوو يوم حكو 10 سنة صحفي استاذ داويد أي هلالة دوليو لبوم صحفي داويد حكو تكتفا حكو 3 وريه يوم 7 ديسمبر سنة 2000 حتى لا تولدت حتى ولد بكرو حدقات إيديه أريام مثل والدايتا وكل الإسرات اتعاليو تنبر الليل لبلمد زبن استعمار لأنبلو سنين رزوق اتنتم بسلام ورهيت نبر العلو
بيتهم هي تبت اللي تزام السكلة ممهر هبتا مكيل تيل اللفتيو بكر وقدام سنيت ولدو داويت يقل عمر تأجستي سارة وراهيل تيل الحوهن يقل ود أمان يقل دليان لحد قات إدي بيتهم لاتو فيلمون للا المدوي هنكاكيل سفل الهلام أريان ولدتو لإيريتو والدايا يقل تريت حد هليت سنايت تسفو أولتا وشريك حياتا لا تداوي تقل ترئي وكل العائلات السايت نبره الليت زبان اند سانا سايتهم قلت تتمم لهم هي نتمني وروت من مؤسسين ومحرر جريدة مقالة لاتو ماتيوس هابتا آب قبري يسوس يوم 28 يونيو سنة 1974 من والدايو السيد هابتا آب قبري يسوس ووالدايتو السيدان نتهت هابتاتيون اتأسمر قدايت ولدام مسلو لعبوا ولا درسوا سننو باحترام لفقودو ماتيوس ماكيو لتبل ناي الطبقار سميت اند ايفنتو منو عبام من مدرسة قدايف لأنبطوي تعليم وقلت درجة السك جامعة درسام السنة 1909 حتى مثل بعدام 3 مثل درس العلو درسام من مدرسة حلا عند تحروا مدرسة صناعة أسمراتو مكنكة عام السنة 1909 عند أتماما جامعة أسمراتا السنة 1909 برياضيات بأولا ديجري خرجام ماتوس سلف اتحدت ولت أملا لبا جريدة حكومة لتتبهل حداث إرترا بكتب شارك عالم جامعة أسمرا كما أتاهي مثل تصفى ألم سجيد ومكيل ولدو لتبهلو دفعتو دي بدراسات وروت منا مدالية نسري تتبهل على الجريدة جامعة أسمرا قبام جرايدنا يخاص دول أنباتا مثل كرا الشاعر ملس نبوسي يوسف محمد علي زمان فسهيلي وأخضر أحمد الدين وروت من مدالية جريدة سجينا علام إلا زايدة تجربة لا إلا عند أبطاته هي صحفي ماتيوس رئيس تحرير أستاذ داوود حتى مكيل نائب رئيس تحرير يعبيو قبر مدهن وسلام ينقص بياني مدالية نايلة حر صحافة قلت تطور للي بالشعار رافعت على جريدة مقالة لا أساسام هتو وصحفي ماتيوس مثل لعبوا ولا درسوا أذت لجو الدولة النرويج لهلا يعبيو قبر مدهن جريدة مقالة من أنبتتو بزع تحديات سادفكم على لفقد ماتيوس لدي مدرسة صناعة أسمرات انتو الأنبتوي متساقاق الحقوق درسان افنتيت مسلات قسم سانسور شقل علو وقلنو سوم سانسور اقلق بقلوبو ميت لتفرق لهم لي على وكل دول لتقايروا العلو كرا اسمروم حبتا مريم مكريا ولدو ويساق ياريد لمسلو ماتيوس السجاعات لتكا حدهم كم على شره حتى دول كلمة تحرير أو كتب سياسات اللي شوية دقبة دول لبولو ماتيوس أمان كل دول مرات لبولومكم على يعبيو داقم اتكد يسر منادلين ولا بسميت خدمة وطن لا تقررت قبرنة أنسات وبعيد مقالات دقوب كتبام الدنقوبة لحشم اقل جرايد خاص بخيانة انده تهمين توعية اقل وداء التندول أنبتا ماتيوس الجريدة تودد إلا توعية الشعبية دقوب مقالات كتبام حكومة جرايدنا خاص اقل تتبع تبهلت كأنه وديت من قبه حر صحافة إريتريا إلا مصدار إلا اقل ديمة تاريخ سلامة انتا اقل تنبرتو اتلبل حزور علام اللي تهيلا ماتيوس حبت أب لحذر من العلا مسألة يوم حكو 10 سنة زياد لقبا وقت حقيقة تتنتا تتريه ليت
ماتيوس هبتاب ماچو اتشوره برهت لي تيوسيين اتحنتي لتبل رئيس استيفانوس لتبال ملويو وسنتو اتكتبو كتب ماتيوس قدماي مسجانو ازدراعات افهم بول ساوا يمونكم على شره اللي كتب لكتبة استيفانوس اتحكمنا ساوا شك علام وماتيوس عند حما اتحكمنا دول ماتا سلسلالي افسبت حضرت حالة الاتريا داقمو علو اتفنجة دقموم ماتيوس اتأسمر الحالة السن اكيت الليل صحفين اقل اتفارهم بوتام هلو سجن ما اقل هلك قدر بيلين اللي بالاستيفانوس حالة كنا حقوه الليت افو اللي عد ينفقر منا كمي بيلو هنا مجريمة واديام هلينا وسجنونا من قبي عند تحققوا منينا الافقرونا اللي بالعلاء اللي بالاستيفانوس كتوبهم صحفي ماتيوس توارح سبتمبر سنة كل 1000 حتى من سلف لتقطفوتوم والدينو ابقى يوم وسفلالهم امر بهم سلموا حواتو تلجو افساية حوانيت حوهم ودمهم للتاكوه اللو حسب ما تنسيت برنامج مسؤول منتو في قادو الصحفيين وفنانين بحودة الدعوة تحنتيلة بالرز في قادو الصحفي سيد إدريس كميل صحفي داويد حتى مكتيل دبراتين وصحفي ماتوس حتى أب جوريتوس دا كسس حكير تاريخ بحود دعوتات 5 كفال دي بلتاهم هلام سادس كفال تتمت السامن اقل تقدم كلكم تؤسكو تحن وسلام حدا قناتكم أبشو يفردوه لما حاكم حدود صرنا تعبينا طفالنا وذكر نوايا السنة قرانا معدن إلى دقانا أبشو يفردوه لما حاكم حدود صرنا تعبينا امبرمي وخيرا عائلة قلب حرقيقو متس ودا قروبنا وأكيد كردون لا السبح وكردون لا مغرب شايبة مسجد يا حظو تنقل ولا وريزا دقا سراق الحردو نقوش وعب الشتات والعلم فشل انذكروا دبنا عاد بري معونا أصبح حرمة نتقرب وشنقول وتتشمرنا مبارك رشو مبارك رشو أفعلون وينا محادات حقيو أرابا سريرنا عدنا ساقمتنا واتحقي ولا وداي أبايا حيسام التنسيت كرنس أيوب لاقي اليوم الدوليا ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئة جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقدنا متحكمتو أسكو دحن اسمنو